الوحش الصاعد موسيس إيتوما. ظهر وحش حقيقي في الوزن الثقيل، قدوته آيرون مايك تايسون، ويعتبر نفسه النسخة المطورة منه. نزالا بعد نزال يثبت أنه لا ينتمي للهواة، بل خلق ليكون بين الكبار. والمفاجأة أنه لم يتجاوز 20 عاما. تخيلوا، لكمات وحشية بتقنيات مدروسة وجوع بدايات لا يشبع. إنه الشاب البريطاني موسيس إيتوما. البداية ضجة إعلامية كبرى تحيط بهذه الموهبة الصاعدة، موهبة لم تتذوق طعم الهزيمة حتى اليوم. بدايته تذكرنا ببدايات العملاق أنتوني جوشوا، لكن مع اختلاف واضح. فإن كان جوشوا جذابا بطوله وعضلاته، فإيتوما يملك ما هو أعمق: مهارة، تقنية، وثقة هادئة مدمرة. لا عجب، فأسطورته المفضلة هو اليمني نسيم حميد، ومنه تعلم أن المهارة يمكن أن تطيح بأي خصم حتى في الوزن الثقيل. من هو موسيس إيتوما؟ ابن لأب نيجيري وأم سلوفاكية هاجرا إلى بريطانيا، واليوم يمثل بريطانيا بأفضل صورة. المروج الشهير فرانك وورن لم يتردد، خطف هذه الموهبة قبل عامين ووضع خطة محكمة لتحويله من شاب موهوب إلى وحش مرعب. نزالا تلو الآخر، ضربات قاضية تجبر العالم على الالتفات، قوة خارقة، تقنية مرعبة، وصمت قاتل خارج الحلبة. هل واجه خصوما حقيقيين؟ السؤال الأهم: هل واجه خصما يعتد به؟ نعم، شاهدناه يطيح بالعملاق دمسي ماكين، ذلك البرج الطويل القوي. لكن موسيس احتوى هجماته ثم رد عليه بلكمات قريبة، مدمرة، دقيقة، قاتلة. وفي نزال آخر أطاح بالأمريكي مايك بالوغان في الجولة الأولى. 12 نزالا بلا هزيمة، ومعظمها انتهى قبل قرع الجرس الثالث. القادم مرعب. الحديث اليوم عن نزال محتمل بين موسيس إيتوما والوحش الإفريقي مارتن باكولي قاتل المواهب، الذي أطاح بجاريد أندرسون وتوني يوكا. باكولي قالها: النزال مبكر على إيتوما، لكن هل سيمنحه فرانك وورن هذه الفرصة؟ أم سيتريث ويمهد الطريق تدريجيا؟ أنا شخصيا لا أراه مثل يوكا أو أندرسون، بل يتفوق عليهما بمراحل. القوة، التقنية، الوزن الثقيل تغير. لم تعد القوة وحدها تكفي. شاهدنا كيف انتهى ديونتاي وايلدر وكل من اعتمد على اللكمات العشوائية فقط. نحن الآن في عصر التقنية، عصر أوكراني اسمه ألكسندر أوسيك، وموهبة بريطانية صاعدة اسمها موسيس إيتوما. تايسون الجديد يريد أن يحطم رقم مايك تايسون ويصبح أصغر بطل عالمي في الوزن الثقيل. لكنه لا يقلد تايسون، بل يصنع اسمه الخاص. شخصيته مختلفة، هادئة، مركزة، ومرعبة في الصمت. الختام: موهبة كهذه لا تتكرر. نحن لا نشاهد ملاكما، بل نشهد ولادة أسطورة. هل سيصبح موسيس إيتوما البطل الأكبر في عصرنا؟ اكتبوا لنا توقعاتكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك، الإعجاب، وتفعيل الجرس لتبقوا معنا في كل جديد من عالم الملاكمة. إلى اللقاء.